Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Welcome back or welcome to my channel if you're new. الفيديو بتاع النهاردة هو استعداداتي لتانية ثانوي، يعني هقول لكم انا عملت ايه في الكام اسبوع دول علشان استعد للسنة وعلشان الزم نفسي بالمذاكرة وانا حباها واكون مستعدة للمهام اللي عليا. فيلا اخدكم معايا في جولة من شهر 7 لحد اول يوم من كل درس. وقبل ما نبدأ بالفيديو ده ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انزله على الشانل. وبس يلا بينا نبدأ بالفيديو. Let's go. في البداية بدأت بجلسة مع النفس. يعني ايه جلسة مع النفس؟ يعني هقعد في مكان لوحدي ومعايا ورقة وقلم، بس المكان ده يكون رايق واقدر اخد منه البوزيتيف انرجي. افكر فيه في الحاجات اللي نفسي احققها للسنة دي، والحاجات اللي اثرت عليا السنة اللي فاتت اللي مش عايزاها تحصل السنة دي، والحاجات اللي استفدت منها السنة اللي فاتت برضو وعايزاه انفذها برضو السنة دي لاني لقيت منها نتيجة السنة اللي فاتت. غير كده نكتب المواد اللي علينا كلها، وهل اختيارنا علمي أو أدبي كان صح ولا غلط، وهروح لمين من المدرسين، وهل اللي أنا ثبت عندهم السنة اللي فاتت اللي هي في سنة أولى هغير حد منهم ولا لأ. أقدر أقولكوا إن انتوا ممكن تجربوا كل المدرسين اللي عندكوا في سنة أولى وتانية ثانوي، أما في تالتة بلاش تجربوا حد. خلاص انتوا جربتوا في أولى وتانية، اثبتوا بقى في تالتة. النصيحة دي قلتها كتير قوي. بس افضلوا بقى قاعدين مع نفسكم، فكروا في الدنيا دي كلها، وكل ما تلاقوا حاجة مفيدة أو مش مفيدة اكتبوها في الورقة علشان تحاولوا تجمعوا. وكل الكلام ده حصل تقريبا في بداية شهر 7. في يوم تاني بقى بدأت ان انا اتفرج على فيديوهات اشجع نفسي بيها وازيد من قدرتي للمذاكرة. الفيديوهات دي كلها كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم عن سنة تانية ثانوي، وكنت عايزة اعرف هي موجود جواها ايه قبل ما ادخلها. ودي كانت الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها. روحوا شوفوها، انا ما جبتش كل الفيديوهات، انا جبت المعظم اللي انا حاليا فاكراه. زي ما شفتوا كل الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها كانت عن السنة تانية ثانوي. المعظم كان عن مجمل السنة والباقي عن تجارب أشخاص تانية استفدت بيها. المهم بعد ما خلصت الفيديوهات دي كلها حسيت بطاقة إيجابية، وإن أنا لو بدأت السنة دلوقتي مش هبقى تايهة فيها. بعد كده في يوم تاني خالص اتفرجت على فيديوهات لتنظيم الوقت وإدارة الوقت. الفيديوهات دي بجد استفدت بيها قوي، وبدأت ان انا ادي خطط في دماغي كده، هبدأ السنة ازاي، هعمل ايه في السنة من خطط وكل حاجة. فلو عايزين تعرفوا انا اتفرجت على فيديوهات ايه حسيت بالنشاط ده كله، هي الفيديوهات دي. بس ما عملتش اي حاجة غير ان انا كنت قاعدة بفكر مع نفسي وبكتب في الورقة ايه الحاجات اللي انا استفدتها من كل الفيديوهات دي. وبدأت ان انا ادي خطط لنفسي ازاي هستفاد من السنة، وبدأت كمان اشوف عن طرق مذاكرة المواد، اتعمق في المواد شوية، بس ان هو ايه، اعرف بس انا هدرس ايه في كل مادة في السنة دي.
بدأ بقى أول حجز درس ليا كان في 20/7. كنت قبلها طبعا منظمة هروح لمين وهحجز عند مين ومين اللي عاوزة أجربه السنة دي. فبالمرة بقى تعالوا أوريكم كل الأيام اللي رحت حجزت فيها. وأنا ما صورتش، بس تقريبا كنت صورت بس وأنا ماشية أو حاجة زي كده. فالمهم إن انتوا تعرفوا إن أنا في الوقت ده كنت رايحة أسجل أو أحجز للدرس. حاولت إن أنا أجمع مثلا 3 دروس في يوم واحد، إن أنا أحجز ليهم ال3 مع بعض يعني، بدل ما كل يوم أخرج لمادة يعني. لو جيت بقى اتكلم عن الشعور وقت الحجز وانا راح احجز للدرس، كنت فرحانة ومبسوطة بصراحة، اللي هو اخيرا خرجت من الاجازة وراحة للدروس تاني، هشوف صحابي تاني اخيرا. فالمهم رحت كتبت اسمي وسجلته ودفعت الفلوس. بالمرة بقى وانا برا قلت ان انا اشتري اي حاجة انا محتاجاها للسنة دي، من اقلام بقى او كراسات، لو كنت محتاجة مثلا ستيكي نوت هايلايتر كده يعني، فهمتوا؟ لما روحت بقى المكتبة مكنتش عارفة اشتري ايه، الحاجات كانت كلها حلوة قوي. كنت خايفة ان انا اشتري زيادة عن اللزوم، فاشتريت بس حاجات بسيطة خالص. ولما روحت البيت فرست الحاجات اللي عندي وعرفت بقى انا هحتاج ايه، ومش الحاجات بقى اللي مش هحتاجها هتكون ايه. بدأت ان انا اسجلهم في ورقة علشان وانا خارجة مرة تانية ابقى اشتري. في يوم تاني بقى كنت نازلة احجز لدرس تاني، بدأت ان انا اشتري الحاجات اللي انا كنت كاتباها في الورقة. اشتريت معظم الحاجات وقلت في يوم تاني اشتري برضو الحاجات، مش كلها تبقى مرة واحدة، عشان وانا راجعة البيت ما كنت شايلة شيلة كبيرة. اخر يوم بقى وانا راجعة من اخر حجز ليا للدروس، زمايلي اللي في الدرس كانوا بيتكلموا عن ان هم ايه، بيصحوا الساعة 12 الظهر، 3 العصر، فاهمين اللي هو ملخبطين نومهم خالص، ولما بيناموا الساعة 6 الصبح. فانا لما رجعت للبيت كده وقعدت افكر مع نفسي، قلت ان انا ممكن برضو اكون شبههم، يعني انا بنام برضو الفجر، بصحى بعد الظهر مثلا يعني، اللي هو لا ملخبطه فعلا نومي. فانا قلت اكيد دي مشكله برضو محتاجه لها حل في الاجازه، علشان لما اجي الدراسه ملخبطش نومي. فبدات ان انا اشوف فيديوهات عن تعديل النوم وكده. فبصراحه الفيديوهات دي استفدت منها جدا، بس مش عارفه اعمل ايه تاني بقى. نسيت اسجلهم او اسجل ملاحظات، اتفرجت على الفيديوهات بس وما كانش معايا ورقة وقلم. فحاليا وانا بصور الفيديو مش عارفة اديكوا زي نصيحة كده، لاني ناسي كل حاجة، فهرجع اتفرج عليهم تاني. ممكن نقول ان في اليوم ده كان تاريخه 28/7. كنت المفروض ان انا خلصت كل الحجز واشتريت بقى كل حاجة محتاجاها للمدرسة والدروس وكده. كنت متحمسة جدا ان انا اجي البيت علشان ارتب المكتب وانظمه واحط الحاجات الجديدة اللي اشتريتها عليه. فبدأت ان انا بعد ما رجعت من البيت، بدأت ان انا اول حاجة اعملها ان انا ارتب المكتب بتاعي.
بعد بقى ما خلصت ترتيب وتنظيم المكتب بدأت ان انا اصور لكم علشان اوريكم ايه الحاجات اللي انا اشتريتها للسنة دي. واكيد زي اي حد في اليوم اللي بتكونوا مش شايلين فيه حاجات كتيرة وجديدة بتكونوا متحمسين جدا وعندكم اللي هو طاقة فوق العالي كمان انكم تستخدموا الحاجات دي. بس للأسف الحاجات دي مش هينفع نستخدمها غير واحنا لما أول درس لينا نبدأه، علشان ما يضيعش الحماس في الأجازة وراحة الحاجات اللي احنا اشتريناها علشان نتحمس بها للدراسة. فسيبوا الحاجات دي لحد أول درس تبدأوه، ما تحاولوش انكم تستخدموها في الأجازة خالص. فتعالوا شوفوا الحاجات اللي أنا اشتريتها.
عاوزة اعرف ايه رأيكم في المشتريات بتاعتي. طيب، بعد ما خلصت معظم الأجازة في المسلسلات التركية، قلت لأ، لازم استفاد بالأجازة في حاجة. ولما قعدت أفكر ازاي ممكن استغل الأجازة أو الباقي من الأجازة اللي هو ما عادش يسمى أجازة أصلا، احنا بدأنا خلاص حجز دروس. وأول درس ليا كان هيبقى مثلا بعد أسبوعين، وبعد خلاص الأجازة خلصت. ففي الأسبوعين دول بدأت كده إن هو ايه، يوم ويوم أو يوم اذاكر فيه حاجة، ويومين لأ، ويوم والتاني اذاكر فيه حاجة. فهمتوا؟ اللي هو ما كنتش لازمة نفسي بجدول معين، بس عملت حاجة مفيدة. الاسبوعين دولت اللي هو عملت فيهم ايه بقى، بدأت اخد كورسات في كل المواد، او ممكن ما نسميهاش كورسات، هو تأسيس لكل المواد. فبدأت ان انا افتح يوتيوب واكتب فيه تأسيس لمادة الكيمياء، تأسيس لمادة الفيزياء، وهكذا. بالنسبة بقى للإنجليش ما عملتش اللي هو أكتب تأسيس، فتحت على طول برنامج The American English. وحبيت أخدها خطوة بقى من النهاردة للأيام الجاية، حتى في تالتة ثانوي إن شاء الله، يعني إن أنا أخلص الكورس بتاع The American English كله. الفرنش بقى بصراحة كان فيه اللي هو في قناة على اليوتيوب مفيدة جدا، وحسيت ان هي فيها تأسيس للمادة وكده. بس ما كناش محتاجين تأسيس للفرنش لان احنا اصلا متأسسين فيه من اولى ثانوي. فانا بس قعدت احفظ في كلمات جديدة وكده زي الانجليش برضو. حبيت اوريكم كده مقتطفات من الايام اللي عشتها دي سريعا كده. عارفين بقى اليومين اللي بين اليوم واليوم اللي انا كنت بذاكر فيهم الكورسات بتاعة التأسيس دي، انا عملت فيهم حاجات حلوة برضو. عارفين هي ايه؟ هو انتوا هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه، بس حاليا ممكن اديكوا نبذة صغيرة كده. عملت ايه؟ كنت حابة ازين التودو ليست، كنت حابة احط حاجات على الحيطة بتاعتي قدام المكتب، اللي هو مش حاجات تحفيزية وكلام من ده، لا. الحاجات التحفيزية دي، فاكرين اللوحة اللي انا كنت عملتها؟ هوريها لكم دلوقتي، اللي هي البنك اللي مكتوب عليها بالستيكي نوت دي بالنسبة لي الكلمات التحفيزية. لو عايزة احوشها او احط غيرها، خلاص هي اللوحة دي للتحفيز. اما اللوح التانية اللي عايزة احطها على الحيطة هي حاجات للدراسة. يعني مثلا التفاعلات الكيميائية، الجدول الدوري، فاهمين الحاجات اللي تستخدموها في الدراسة نفسها. فانا حطيت معظم الحاجات او حاجات بسيطة خالص، وهكمل الباقي لما اخد المنهج واعرف ايه عندي جوه المنهج اصلا. فدلوقتي بقى روحوا شوفوا الحاجات اللي انا عملتها البسيطة خالص خالص كمان، وبعدين لو عملت حاجة تانية قريب هبقى اصور لكم. غير الحاجات اللي انا ممكن اسميها فنيات السنة اللي انا عملتها، في اليومين دول برضو انا حطيت افكار جديدة لنفسي. يعني اخترعت حاجات جديدة وحبيت ان انا انفذها في السنة. بما ان السنة دي مش هتكون اللي هو الفول مارك بتاعي تالتة ثانوي، ولا السنة اللي انا كنت لسه بادئة فيها اللي هي اولى ثانوي، اللي انا ما كنتش دارية باي حاجة في النظام الجديد وكده. وبما ان الفيديوهات اللي انا اتفرجت عليها كلها كانت بتقول ان سنة تانية ثانوي دي هتبقى من أجمل السنين اللي ممكن تمر علينا في ال3 سنين بتوع الثانوي. فكنت بصراحة عاوزة أخليها فعلا السنة من أجمل السنين للثانوي، عشان بعد في تالتة ثانوي مكونش محبطة، واللي هو معملتش حاجة أستمتع بيها. فهمتوا؟ بالنسبة بقى للكام حاجة اللي أنا فكرت فيهم، هي حاجات بسيطة خالص، ولكن حسيت إن هي ممكن تكون مهمة ليا، أو حاسة إن أنا لما اخترعتها الحاجات دي حسيت إن أنا فرحانة. اولا التحديات بتاعه السنه. اظن ان انا شرحت فكره التحديات بتاعه السنه في فيديوز قبل كده، اللي هو الاستعداد لتانية ثانوي، ازاي انتوا تستعدوا او كده.
ولكن في الفيديو ده برضو اللي انا كنت اتكلمت فيه عن الاستعداد لتانية ثانوي، كنت قلت لكم ان انا هتكلم عنها بشرح مفصل اكتر في الفيديوز اللي انا بقول لكم عليه دلوقتي ده، اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي، يعني فهمتوني. التحديات دي هتبقى عبارة عن ايام، يوم واحد تمام. ممكن يبقى في الاسبوع يوم، مثلا في الشهر يوم، بقى كل شهرين يوم، كل اسبوعين. اليوم اللي هتزهقوا فيه من المذاكرة وخلاص انتوا عملتوا حاجات كتيرة خلاص والحماس بقى صفر، التحديات دي هترجع لكم حماسكم تاني. التحديات مش لوحدها هي اللي هترجع الحماس، بس عشان نكون عارفين في حاجات تانية انا فكرت فيها برضو هترجع حماسكم مع التحديات. التحديات بقى زي ايه؟ مثلا انكم تقضوا يوم كامل بلون معين، او تخلوا الذكاء الاصطناعي مثلا، لانه بقى عامل طفرة كبيرة الايام دي، يتحكم فيكوا. اللي هو مش يتحكم فيكوا يعني، ولكن ان هو يخترع لكم مثلا او يقول لكم عن حاجات ممكن تعملوها في يومكم، تغيروا، تسألوا وتستشيروا، فهمتوا؟ ممكن تعملوا يوم كامل في مكان معين، تغيروا جو مثلا الأوضة بتاعتكم أو البيت وكده. ممكن تعملوا يوم كامل من دون سوشيال ميديا. عارفين التحديات اللي هي يوم كامل يوم كامل دي، دي اللي حبيت ان انا انفذها. غير بقى كده والتسجيل. ايه التسجيل؟ هتفتحوا الريك بتاع التليفون في يوم انتوا هتحددوه من الشهر، يعني مثلا احنا اليوم اللي جاي علينا دلوقتي ده هو 1/9، فمثلا 1/9 هتفتحوا التسجيل ده يوم 1/9، وهتتكلموا فيه عن اللي حصل في الشهر اللي فات كله. بس مش هتتكلموا كده اللي هو كل حاجة تتكلموا وخلاص، لا، هتتكلموا عن نقاط معينة، هتجاوبوا عن أسئلة انتوا طرحتوها عن لنفسكم، فهمتوا؟ يعني مثلا ايه الإنجاز اللي حققناه خلال الشهر اللي فات ده، ايه الحاجة اللي عملناها وكده يعني. بعد كده هنكتب في البداية، في بداية السنة كده، إيجابيات عايزة أبدأ بيها السنة، وكمان حاجة نفسي أحققها في آخر السنة. زي مثلا إن أنا حطيت لنفسي إن أنا أحفظ القرآن مثلا. أنا اوريدي حافظة القرآن مثلا الجزء الأول والتاني والتالت أهو، لأ أنا عايزة أحفظهم بالتجويد بتاعهم، وعايزة أحفظهم بالتفسير. فأنا اشتريت مثلا كتاب، وريتهولكم اهو، عشان أنا ما اشتريتوش، أنا لقيته عندي في البيت اوريدي يعني خلاص. فبما اني اصلا حافظه الثلاث اجزاء دولت، انا حافظه مثلا اكتر منهم، ولكن ايه، الثلاث اجزاء دولت انا حافظاهم، فعايزه احفظهم بالتجويد وعايزه احفظ كمان بالتفسير. فهي حاجه حلوه قوي، حبيت ان انا اعملها، هتكون مفيده جدا في السنه. فجربوا انتوا كمان كده وشوفوا. جبت كراسه كمان وكتبت فيها الحاجات اللي لازم اكون مخلصاها كل اسبوع. يعني خلال الأسبوع الأول، يوم خلال أسبوع واحد بس لازم أكون مخلصة حاجات معينة، زي مثلا مذاكرة كل مادة مرتين وحل أسئلة وهكذا. يعني انتوا برضو فكروا انتوا عايزين تعملوا ايه في خلال أسبوع واحد، تعملوا في ايه، فهمتوا؟ مثلا قراءة التفسير ده بالتجويد، والقرآن بالتجويد بالتفسير حاجة من ضمنهم. غير كده كنت حابة أفكركم بالهاشتاج بتاع السنة بتاعنا، اللي هو هاشتاج احفظ وافهم وحل كتير، او لا كان اسمه افهم احفظ حل كتير. بس خلصنا كلام، روحوا بقى شوفوا الحاجات اللي انا عملتها.
المفروض ان في الوقت ده كان اول درس ليا هبدأه، فحبيت ان انا اصور لكم ايه اللي انا حطيته في شنطتي اول يوم درس. تذكرا بس ان انا استلمت المذكرة وانا بحجز يعني. فبالنسبة بقى لأول يوم من كل درس حبيت برضو أوثق اللحظة. ففي مدرسين أو في دروس عرفت أصور فيها وأنا جوه الدرس، وفي لأ، تقريبا هما اتنين بس اللي أنا عرفت أصور فيهم. بس في صور للسبورة، فكانت أول يوم يعني ده كان أول شرح لينا في الدرس أول يوم. فصورت السبورة بس معرفتش أصور قبل الدرس قبل ما نبدأ الحصة أصلا. وفي برضو فيديوهات وانا رايحة الدرس، فما كنتش عارفة برضو اصور وانا جوه الدرس، فهمتوني؟ اولا كنت بنسى، ثانيا ممكن ما كانش يسمح المكان ان انا اصور علشان مثلا اصحابي قاعدين وكده، فهمتوا؟ حبيت في نهاية الفيديو اديكم نصيحة صغيرة. مهما بدأتوا السنة بنشاط او باي حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي، احسن حاجة ممكن تبدأوا بيها السنة انكم تكونوا منتظمين في الصلاة، وتكون في نية انكم تبدأوا بيها السنة كويسة، والأدعية، وقراءة ورد يومي كل يوم تقرأوا جزء من القرآن. كمان كنت عايزة أقولكوا إيه الاستفادة القصوى من الفيديو ده. أول حاجة أنا هوثق اللحظة علشان بعد كده أشوف الفيديو فأفتكر اللحظات دي كلها بما إنها كانت لحظات جميلة. تاني حاجة إن انتوا هتتحفزوا وهتتحمسوا، والبوزيتيف عندكوا هتبقى لفوق قوي اللي هو عايزين تبدأوا السنة فحلوة. أكيد يعني ليها استفادات كتيرة، منها انكم مثلا هتكتبولي في الكومنتس اعمل ايه الفيديو الجاي، او ايه الافكار اللي عندكم اللي انا ممكن اعملها مثلا. يعني دي من الاستفادات العظيمة اللي انا استفدتها لما عملت الفيديو ده. بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة، متنسوش بقى تحطوا لايك وشير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوز اللي اعملها على الشانل. وبس، بيكي جرشروز.